كل سنة وانتم طيبين. تجهيزات المصيف عادتنا كل سنة نقوم نجهز للمصيف قبل ما نمشي. النهاردة وصفتنا كده بانيه مشوي وفراخ مشوية. تعالوا بينا اقول لكم عملناهم ازاي. اول حاجة كده الفرخة بتاعتنا حوالي على 2 كيلو الا ربع بالشكل ده كده. هروح مقطعاه زي ما انتم شايفين. الورك كده هروح فاصلة الوركين من النص، وابدا اقطع الورك على 3 كده، واروح ركناهم على جنب. وابدا اقطع برضو الصدر كده 3 على جنب، والجناح لوحده والرقبة لوحديها. عايزه اقطعها بقى كده نعملها شيش، شيش فراخ. بصوا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اوفر اللي انت تعمليها في البيت. كل مطلوبه من بره ابص الاقيها لا كلها اجنحه، لا كلها رقبه، لا حته فرخه صغيره. ما اعرفش هما بيجيبوا الرقبات والاجنحه دي كلها في الفرخه ازاي. هقطع انا فرختي كده واضمنيها واعمليها بايديكي زي ما انتم شايفين. قطعنا اول فرخه وتاني فرخه، ويلا بينا كده بقى نجهز البانيه. كمان معايا كيلو من البانيه، هحطهم كلهم كده في حاجه واسعه، وشويه ملح وشويه دقيق وعصره ليمون، واروح بقى اغسلهم وانقعهم. معلقه فلفل كده اخضر على احمر كانت موجوده عندي في الفريزر، احطها مع كام بصلايه وملح. وزي ما انتم شايفين كده هروح فرماهم كويس جدا، عشان عايزه ميه البصل والفلفل بتاعتنا وتفل البصل ده هنعمل بيه وصفه تانية على طول بكره ان شاء الله، عشان نكمل تجهيزات المصيف. خلاص انا صفيت البصل بتاعنا بالشكل ده كده. يلا بينا هقول لكم هنعمل ايه تاني مع بعض. النهارده بقى تتبيلتنا تتبيله حلوه قوي. زي ما انتم شايفين كده هشيل البصل زي ما بقول لكم. هجيب بقى بهارات الفراخ المشويه، ومعايا بهارات فراخ جايباها من عند العطار، ومعايا كيس صلصه. كده ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. هديلكم هنا الفيديو عشان تشوفوا بقى المكونات. ومعايا معلقه كبيره كده من صوص البربكيو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وكمان معانا بقى صويا صوص غامق، هحط منه كده معلقه. وطبعا هنراعي الملح بتاعنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. احنا حاطين شويه ملح على على البصل، ومعلقه دبس رمان، وكمان معلقه مستردة. وكده بقى خلطتنا لذيذه لذيذه في الشوي، وهتحسي بقى بطعم مختلف قوي في الشوي. قلبيها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هدوقها الاول عشان اشوفها محتاجه ملح ولا لا. خلي بالك عشان الصويا صوص بتبقى حادقه شويه. زي ما انتم شايفين انا بدوقها لقيتها مظبوطه، واروح بقى حاطه معلقه زيت واقلبها. ويلا بينا بقى في الصاج اللي هنعمل فيه الوصفه. هنحط بقى الفراخ بتاعتنا ونقلبها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بصوا، واروح بقى موزعاها كده على جنب. واروح بقى جايبه الشبكه بتاعتي، عايزه اعمل البانيه المشوي في نفس الصاج بتاع الفرن بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده يا جماعه. اروح حاطه بقى كيلو البانيه كده في بقيه التتبيله زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. واروح بقى جايبه عيدان الخله، وابدا اعمل وحدات البانيه كده عباره عن زجزاج زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بالشكل ده. واروح بقى حطاها زي ما انتم شايفين كده. حاطه الشبكه واروح حطاها كده على جنب في الصاج. وكده بقى اروح بقى سايباها حوالي نص ساعة في التتبيلة، ونص ساعة كمان على الرف اللي في النص. وبعد كده اشيل ورق بقى الالومنيا، وتبقى خدت اللون الحلو ده كده. خدت كمان حوالي عن ربع ساعه تحت الشوايه. اروح جايبه بقى بقيه الصوص اللي باقي معايا، ادهن الوش كده. واروح قلبه كمان يا جماعه البانيه، قلبها على الوش التاني بالشكل ده كده، واديله كمان فرشه من تلميع الصوص اللي معانا. واروح قلبه برده الفراخ دي كده. اجيب اي حاجه ومقلباها كده على الوش التاني عشان انشفها، عشان بقى هناخدها سفر، وعايزينها كده تكون متشمعه معانا ومشويه معانا من كل الجوانب. يلا بينا ندخلها الفرن. وبعد ما تطلع من الفرن هنسيبها نغطيها، وبعد ما نغطيها هتطلع معانا بالجمال ده. يلا بينا بقى نفضيها في الطباق اللي هناخدها معانا في السفر بالشكل ده كده يا جماعه. اروح انا حطاها كده، جايبه كيس نايلون غذائي، حطاه في قلب الطبق الالومنيا. وابدا بقى اخد الكماش. بوريكم بس البانيه بتاعنا مستوي ازاي. واروح قافله بقى عليها زي ما انتم شايفين، واسيبها بقى كده اليوم او يومين لغايه ما نيجي نسافر. اروح حاطه بقى عليها الورق، واروح مقفلاها بالسلوفان. خلاص انا هخلص بقى كل الكميه كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.